اتقدم لها شاب للزواج، صلت استخارة وكانت الأمور تمام، وفعلا الجوازة مشيت وتمت الجوازة. لكن بعد فترة بدأ يبقى فيه مشاكل، وبدأت المشاكل تزداد لدرجة إنها قررت الانفصال. وطبعا نتج عن الزواج ده طفل صغير. اتطلقت ورجعت عاشت مع مامتها، واختها كانت لسه ما اتجوزتش. وكانت دايما بتسأل نفسها سؤال: ليه صليت استخارة وحصل كده؟ ازاي استخير ربنا عشان ييسر لي الخير وفي الاخر تكون النهاية الطلاق؟ بعد سنين مامتها ماتت، وفضلت اختها من غير جواز، وفضلت عايشة هي واختها وابنها مع بعض. شوية وابنها كبر وبقى شاب، وبقى هو حارس البيت ورجله، وهو السند ليهم بعد ربنا. وكان حنين جدا عليهم وبر بأمه وخلوق متدين. ساعتها عرفت حكمة ربنا من إنها تتزوج وربنا يرزقها بالابن ده، بدل ما تقعد هي وأختها ستات لوحدهم. يكبر هو ويبقى هو السند ليهم. اوعى أبدا تشك في إن ربنا ممكن يقدر لك شيء يكون ما فيهوش الخير ليك. فاللهم اقدر لنا الخير حيث كان. اكتب آمين.